تعرف إن أول مستشفى ميداني في التاريخ اللي عملتها واحدة ست؟ تعالى معايا أعرفك على أول ممرضة وجراحة في الإسلام وصاحبة أول مستشفى ميداني في التاريخ، وأعرفك كمان شوية تفاصيل عنها. الست صاحبة الحرف المتعددة اللي ورثت عن أبوها علوم الطب وعلمها وكأنه بيأهلها عشان اسمها يتكتب في التاريخ. رفيدة الأسلمية من قبيلة أسلم، ومن أوائل من بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار. شاركت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوات الخندق وخيبر كممرضة عشان تداوي الجرحى. لكن المميز في مشاركة رفيدة الأسلمية إنها كانت بتتنقل بخيمتها على ظهر الجمال، واللي كانت فيها كل المعدات والأدوات اللي ممكن تحتاجها في الحروب عشان تداوي الجرحى. ومن هنا جاءت فكرة أول مستشفى ميداني في التاريخ. كمان كان ليها خيمة خاصة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تعالج فيها المرضى والمصابين في وقت السلم، وكونت فريق من الممرضات وقسمتهم مجموعات عشان يتناوبوا فترات صباحية ومسائية، يعني تقريبا عملت مستشفى كاملة. كمان من أشهر المواقف اللي اتسجلت ليها في التاريخ علاجها للصحابي سعد بن معاذ في غزوة الخندق بعد ما اتصاب بسهم في صدره من أسامة الجشمي. وظهرت براعة رفيدة هنا أما عالجت النزيف ووقفته من غير ما تسحب السهم من الجسم عشان الجرح ما يكبرش ويعمل نزيف، لكن بفضل الله ثم ذكاء رفيدة الأسلمية قدرت تنقذه. رفيدة الأسلمية كان ليها مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اللي قدمته للإسلام، ومكانتها بين المسلمين كانت عالية جدا، وكانوا بيسموها الفدائية من اللي كانوا بيشوفوه منها سواء في الحروب أو السلم. دي كانت قصة رفيدة الإسلامية صاحبة أول مستشفى ميداني في التاريخ، واللي ليها أثر عظيم جدا علينا لحد النهاردة. اعمل شير وعرف أصحابك على الصحابية الجليلة رفيدة الإسلامية وأثرها في الإسلام، وما تنساهاش في دعائك في رمضان.